من أهم المواطن التي بكى من أجلها رسول الله صلى الله عليه وآله بكاء على سبطه الإمام الحسين عليه السلام. من يمتى بكى؟ قبل أن يولد الحسين، قبل لا يجي للدنيا. ولذلك يذكرون المؤرخون جاء جبرائيل عليه السلام إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، إن الله عز وجل يبلغك السلام والتحية والإكرام ويبشرك بهذا المولود، سيولد لك مولود يعني من فاطمة وعلي. يا رسول الله، هذا المولود جديد. ثم النبي الأكرم فرح، لكن هذه الفرحة دامت للنبي؟ لا. قال: يا رسول الله، إن ولدك هذا تقتله شرار أمتك. فعندها النبي تألم صلى الله عليه وآله. قال: إذن يا جبرائيل لا حاجة لي فيه، يعني ما أريده. فقال جبرائيل عليه السلام: يا رسول الله، إن الإمامة فيه ومنه، يعني هو إمام وأيضا منه الإمامة. فسكت صلى الله عليه وآله. ولما ولد الحسين عليه السلام عندنا روايتين، رواية عن أسماء ورواية عن صفية. تقول صفية: جئت بالحسين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: فلما رأى أخذ يقبله ويكثر من شمه، وصار النبي يبكي بكاء مرا. قلت له: يا رسول الله، هذا مولود جديد تو جاي للدنيا، يوم فرح، ما هذا البكاء يا رسول الله؟ قال: يا صفية، إن ولدي هذا تقتله شرار أمتي، لا أنالهم الله شفاعتي. يا صفية، لا تخبري ابنتي فاطمة. ليش؟ لأن الأمة تتحمل. شايفين بعض الأمهات بس ما يخبرونها بأنه ابنك ترى أصيب بشيء تأذى، ما يتحمل قلبها أبدا. قال: لا تخبري ابنتي فاطمة فإنها جديدة عهد بولد الحسين عليه السلام. هذا موطن. الموطن الآخر الذي من أجله بكى على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، يذكر المؤرخون أنه كلما دخل عليه في يوم عيد يقول: حضن النبي الأكرم الحسين وبكى على الحسين. إذا رآه في الشارع يبكي على ولده الحسين ويقول: طمأنينتي حسين، روح التي بين جنبي حسين، حسين مني وأنا من حسين. رواية عن إمامنا الباقر عليه السلام يقول: النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم يدخل على دار أمير المؤمنين عليه السلام، يدخل على أمير المؤمنين بداره، فيأتي الحسين وهو صغير. يقول: يأخذ النبي الأكرم الحسين إلى صدره، ويصير النبي شنو؟ يقبل جميع مواضعه وانت حافظهن. وين؟ يقول: يقبله بجبينه، ثم يقبله بعينه، ثم يقبله في فمه، ثم في نحره. يقول: ما يخلي مكان بجسد الحسين إلا ويقبله ويبكي. ثم التفت الحسين إليه قال: جداه، أبا يا رسول الله، أتبكي علي؟ قال: نعم بني، إني أقبل مواضع السيوف وأبكي. قال: أبا، شوف الحسين، قال له: أبا يا رسول الله، أقتل أنقتل أقتل يا رسول الله؟ قال: نعم بني حسين، إنك سوف تقتل. في أي زمان؟ قال: في زمان خال مني ومن أبيك ومن أمك فاطمة وأخيك الحسن. هذه جملة من المواطن. بعد الموطن الآخر يقول: الحسن والحسين كانا صغاران، دخلا على الإمام على النبي صلى الله عليه وآله. الحسن والحسين وهم صغار دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله. يقول: أخذ النبي الحسن إلى صدره، يقول: ثم قبله على شفتيه، صار يشم الحسن. ثم أخذ الحسين وشم الحسين وقبل في نحره. يقول: الحسين بعد صغير بكى. قال: معقولة أن النبي هكذا يفرق بيني وبين أخي الحسن؟ يقول: ركض إلى دار أم فاطمة، صاح: يم فاطمة تعالي،
يقول اجت الزهرة، ها بني؟ قال أماه فاطمة إلي تقربت الزهراء، ما عندك بني؟ قال لها أماه فاطمة شمي فمي، أفي فمي رائحة يكرهها جدي رسول الله. يقول اقتربت الزهراء شمت الحسين في فمه، يقول وإذا بها تجد رائحة الحسين، رائحة فم الحسين أطيب من المسك والعنبر. فقالت بني ما الذي جرى؟ قال دخلت أنا وأخي الحسن على جدي رسول الله، أخذ جدي يقبل أخي الحسن في فمه وأنا قبلني في نحري. يعني الزهرة افتهمت أن الحسين انكسر قلبه، والزهرة ما تتحمل الحسين ينكسر قلبه. ايش سوت؟ يقول أخذت بيد الحسين وجاءت به إلى مسجد رسول الله، دخلت على النبي قالت له أبا يا رسول الله لما كسرت قلب ولد الحسين؟ قالها النبي مما وكيف ذلك يعني؟ قالت تقبل أخاه الحسن في فمه وتقبله في نحره. قال بني فاطمة أنا قبلت ولد الحسن في فمه لأن الحسن سيسقى السم ويموت مسموما شهيدا. الله أكبر. لكن الحسين ليش قبلت بنحره؟ قال يا بني فاطمة أنا قبلت ولد الحسين في نحره لأن ولد الحسين يذبح من الوريد إلى الوريد وحسينا. إذن إخواني النبي صلى الله عليه وآله كان كثيرا ما يبكي على الحسين. هنا الزهراء عليه السلام يقولون أرباب العزاء التفتت إلما للنبي قالت له أبا يا رسول الله في أي زمان يكون ذلك؟ قال بني فاطمة في زمان خال مني ومنك ومن أبيه وأخيه الحسن، ماكو أحد يعني موجود منكم آل البيت. قالت فاطمة أبتاه يا رسول الله. إذن من الذي ينصب العزاء على ولد الحسين؟ من اللي يعقد مجلس، من اللي يعقد تعزية على ولد الحسين؟ قال لها بني فاطمة سيخلق الله عز وجل له شيعة رجالهم يبكون على رجال أهل بيتي ونساؤهم يبكين على نساء أهل بيتي ويبكون على ولد الحسين. يقول ثم قال صلى الله عليه وآله وإذا كان يوم القيامة يا زهراء أنت تشفعين للنساء وأنا أشفع للرجال، ونأخذ بكل من بكى على ولد الحسين وندخل به إلى الجنة. هنيالك يا موالي اللي تبشع الحسين، الليلة ليلتك ها.